طلاق شيماء سيف بعد فترة زواج استمرت حوالي 7 سنين. كانت بتتميز علاقتهم إنها علاقة هادية، وفي خلال الفترة الأخيرة وبعد نجاح شيماء سيف إنها تخس، ظهر محمد كارتر هنا وأعلن مفاجأة كبيرة، وقرر إنه يعترف بكل شجاعة إنه هو ما بيخلفش. وبالنسبة للجمهور كانت صدمة، ولكن الناس كلها قالت إنه شجاع. وبعد شيماء ما خست وفرحت جدا، عبرت شيماء عن خوفها وقالت إن أي فرحة جديدة بتمر في حياتها بعدها على طول بتحصل لها حاجة مش كويسة، وبتبقى قاعدة مستنية وعارفة إن في حاجة وحشة هتحصل زي ما بيقولوا. وفعلا كلام شيماء سيف اتحقق، وقررت شيماء سيف الطلاق، وقررت الانفصال عن محمد كارتر بعد 7 سنين. وهنا بقى ده موضوع حلقتنا النهاردة. يا ترى ايه سبب انفصال شيماء ومحمد، وليه بعد كل الحب ده وكل العلاقة والعشرة الطيبة قررت شيماء الانفصال؟ لو خانك هتعملي ايه؟ لا ان شاء الله ما يحصلش. ان شاء الله ما يحصلش، احنا بنتكلم في العالم الافتراضي. اديله نبذه عن نفسك هتبقى عشان النهايه. لا هو عارف يعني حاجتين ما بسامحش فيهم، الخيانه والكذب، دول ما فيش فيهم. شيماء بعد ما عرفت ان محمد كارتر ما بيخلفش قررت ان هي تداري على سره وتعيش معاه وما تتكلمش ابدا قدام حد ولا تقول ان هو ما بيخلفش، مع ان كلام الناس كان جارح ليها. شيماء لما تخسي ان شاء الله هتخلفي، يا شيماء خسي عشان تخلفي. وكل حد كان بيشوفها كان بيتنمر عليها، مش بس وهي كبيرة ولا بسبب الخلفة، كمان وهي صغيرة. ولكن شيماء قلبها طيب وكانت بتسمع الكلام دوت وما بتدوش اهتمام، وده من عادتها. وقررت شيماء ان هي تخس، وخدت القرار ده مفاجئ بعد رجليها ما تعبتها والدكتور قال لها انك لازم تغيري مفصل. فقررت فعلا ان هي هتعمل عملية التكميم. ومحمد كارتر كان معارض جدا على العملية دي وكان رافضها خالص، وراحت للدكتور عشان تكشف وخبت على محمد وعلى والدتها، وده لانه بيحبها وخايف عليها. ولكن هنا اخدت القرار الصعب وعملت العملية وخست. وبعد ما خست كلام الناس اتغير جدا مع شيماء، والناس ابتدت تقول لها اديكي خسيتي يا شيماء وبقيتي ينفع تخلفي، وسمعت من الكلام ده كتير. فمحمد ده اللي خلاه انه يخرج ويصرح التصريح الجريء جدا، وهو انه ما بيخلفش. وهنا الناس اعتبروا ان ده تصريح جريء منه، وان هو كده بيحافظ على كرامة شيماء عشان الناس ما تأذيهاش بالكلام تاني. لكن اتفاجئنا ان شيماء نزلت خبر بيقول قدر الله ما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي ومش حابة اتكلم في الموضوع، دعواتكم بالخير. وهنا طبعا الخبر ده زعل الجمهور، لان في نظرهم كانت علاقة محمد كارتر وشيماء سيف علاقة ناجحة جدا، وازاي ان كل علاقة جميلة بتنتهي بفشل. الكل بيكون فرحان بيها وبيكون متأمل وحاطط أمل عليها في نجاح الحب في العلاقة الجميلة، علشان كده الكل زعل جدا. مش بس كده، شيماء كمان حذفت كل صورها مع محمد كارتر. ولكن كلام طلع من ناس مقربة من شيماء، الحقيقة ان شيماء سيف بتحب محمد وكانت متفقة معاه ان هو ما يكدبش عليها ولا يخدعها ولا يخونها في يوم من الايام، بعد كل اللي اتحملته شيماء وبعد صبرها كمان على موضوع عدم الخلفة. وما كانش يصرح قدام الناس ان محمد مش هو اللي بيخلف، وتحملت كل ده. يجي محمد يخونها وبيعرف عليها واحدة تانية. هنا بقى شيماء ما قدرتش تتحمل زي الموضوع ده، وخصوصا ان احنا سمعناها كلنا اكتر من مرة بتقول انها مش بتحب الكذب والخيانة. وساعة ما اكتشفت ده قررت ان هي تمشي، وده بالضبط اللي حصل مع محمد. ومع كل ده شيماء برضو قررت ان هي ما تتكلمش ومش عايزة تأذي مشاعره ولا عايزة تفضحه بين الناس. وهنا طبعا بنحييها جدا وبنقول لها انت فعلا انسانة طيبة. ولكن زي ما بيقولوا العيار اللي ما بيسيبش بيده، كل الناس اللي حواليها عرفت انه محمد
للأسف في الفترة الأخيرة كان بيتكلم من خلال الفيسبوك وعلى الواتس ومواقع التواصل الاجتماعي مع سيدة أخرى، وده اللي اكتشفته شيماء وشافت الرسائل دي، وهنا قررت إن هي تمشي. وده بعد ما واجهت محمد وتحولت مواجهة ما بينهم لمدة كبيرة جدا وكواليس خناقة كبيرة جدا قررت فيها الانفصال وأصرت عليه، وقررت إن هي تسيب بيتها وتروح عند والدتها. ومحمد حاول يصالحها لكن شيماء أصرت على موقفها وإن العشرة ما بينها وبينه هتكون صعبة جدا بعد كده مرة تانية. وهنا محمد احترم رغبتها وقرر إن هو هيدفع تمن غلطته ويطلق شيماء. وفي الساعة دي قرروا إن هما الاتنين يخرجوا للجمهور ويعلنوا عن انفصالهم بدون ذكر أي أسباب.